لو حاسة إن قلبك مش مرتاح طول الوقت، دايما خايفة بدون سبب، ده اسمه القلق. والقلق مش بس شعور، القلق ده نتيجة لحاجات بسيطة ممكن تعمليها على فكرة كل يوم ومن غير ما تحسي، بتغذي شعورك بالتوتر، وده اللي مخليكي تعيشي في دايرة مستمرة من القلق، والدايرة ما بتقفش. أنا مي رفعت، معالج نفسي وسلوكي، وجاي أكلمك النهاردة عن عادات صغيرة كده بنعملها في اليوم بتزود عندنا القلق بدل ما تخففه. المشكلة انها بتتعمل يا جماعة بطريقة طبيعية جدا ومفكر انها بتساعدنا، لكن الحقيقة عكس كده خالص. هتقولي لي طيب يا مي كلمينا عن الحاجات اللي بتزود القلق في يومنا. هقولك هما كتير، لكن النهاردة هنتكلم عن 3 حاجات بتزود القلق في يومك. اول حاجة التفكير المستمر في كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل، انك بتلاقي نفسك طول اليوم بتحاولي تحسبي كل شيء، ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، من ابسط المواقف لاكبر الاحداث. العقل شغال 24 ساعة في 7 أيام، وده بيخلي القلق يتراكم عندك وكأنك عايشة في حالة دائمة من التوتر والتخمينات السيئة طبعا من غير ما حاجة تحصل أصلا. دي مشكلة بقى، وده طبعا له مساوئ على جسمك. فلو حاسة طبعا إن ده بيحصل لك يعني عرفيني في الكومنتات عشان نتكلم عنه أكتر. الحاجة التانية إنك بتدوري دايما على إنك تطمني، بمعنى انك لما تكوني عندك افكار قلق عن شيء بتغذيها ازاي؟ بتسالي كل الناس وبتقري عنها في كل حاجه وفي عنها النت، وبتفتشي عن اي شيء ياكد ان افكارك تمام وان الدنيا تمام. بس للاسف كل ده بيزود احساسك بالقلق بدل ما يخففه. كل سؤال، كل بحث كل نقاش مع حد بيخلي العقل يركز اكتر على المخاطر، وبالتالي بتقلقي اكتر. طيب النقطة الثالثة اللي هنتكلم فيها انك بتتجنبي المواجهة، بتهربي من المواقف اللي بتقلقك، فالقلق عندك بيتراكم وبيتحول لكابوس في دماغك. الحاجة اللي قد كده بتبقى قد كده. الهروب ده بيزود شعورك بالعجز، بيخليكي اي قرار صغير صعب تاخديه. فالنهارده اتكلمنا عن 3 حاجات للقلق. لو انت حاسه ان الحاجات دي بتحصل معاكي ما تزعليش وتطمني، ده طبيعي جدا. المهم دلوقتي نتعلم ازاي نوقف الدايره دي، ونتعلم نفكر بطريقه مختلفه ونسيطر على القلق بدل ما هو يسيطر علينا. الخطوه مش كبيره، الخطوه بسيطه لكن محتاجه استمرار كل يوم، هتفرق معاكي جدا. وإن شاء الله تابعيني في الفيديوهات الجاية، هوريكي تمارين سهلة جدا ممكن تعمليها كل يوم وتحسي بالفرق بنفسك بإذن الله من أول أسبوع. وما تقلقيش وتطمني. السلام عليكم.